بالتأكيد كلنا سمعنا عن العامل التاريخي الكبير اللي بدأت السينما التركية تذيعه، واللي بيتكلم عن أسطورة من أساطير الجهاد البحري في التاريخ الإسلامي، وهو قبطان البحرية الإسلامية خير الدين بربروسا. وبما إن في كتير متشوقين إنهم يعرفوا القصة الحقيقية للأخوان بربروسا، وخاصة إن المصادر اللي بتتكلم عن بطولاتهم البحرية ما عطتهمش حقهم، فإحنا إن شاء الله في الفيديو ده وفي فيديوهات قادمة هنحكي لكم قصة عيلة بربروسا وجهادهم البحري من أول ما اتولدوا لحد ما استشهدوا. بتبدأ القصة مع فتح السلطان العثماني محمد الفاتح لجزيرة اسمها جزيرة مديلي في اليونان. كان في الجيش اللي شارك في الفتح ده واحد اسمه يعقوب ابن يوسف. قرر يعقوب انه يستقر في جزيرة مديلي واتجوز واحدة اصولها اندلسية اسمها كاترينا، وانجب منها 4 اولاد هم اسحاق وعروج وخضر والياس. المهم بعد ما استقر يعقوب في مديلي قرر انه يشتغل بصناعة الخزف، وبدأ هو واولاده بالتحديد عروج وخضر لانهم كانوا محبين جدا لركوب البحر. بدأوا الاثنين ياخدوا الخزف اللي ابوهم بيصنعه ويروحوا يبيعوه للمدن المجاورة ليهم، ومرة في مرة بدأوا يتمرسوا في ركوب البحر وتزيد خبرتهم البحرية بشكل كبير جدا، لحد ما قرر الأخ الأكبر عروج في مرة من المرات إنه يغامر ويخرج بالسفن بتاعته بعيد عن حدود الجزيرة، وقرر إنه يتوجه للشام عشان يوسع نشاطه التجاري، واللي شجعه على كده هو حبه الشديد للبحر والمغامرة. وطبعا في الوقت ده كان التفوق البحري لصالح أوروبا الصليبية اللي كانت مسيطرة تماما على معظم البحر المتوسط. المهم رصدت السفن الصليبية وبالتحديد سفن جزيرة رودس سفينة عروج، فهاجموه ونجحوا انهم يأسروه ويقتلوا معظم اللي معاه. بعد ما اتأثر عروج اتحرك بيه الصليبيين لجزيرة رودس، وفي رودس بدأوا في إذلاله وخلوه الخادم الشخصي لقائد الجزيرة. نرجع بقى تاني لجزيرة مديلي. انتظرت أسرة عروج رجوعه لفترة طويلة جدا، لكن طبعا بدون فايدة، فخرج إخواته للبحث عنه لحد ما عرفوا ان فرسان جزيرة رودس اسروه واخدوه للجزيرة. وهنا حاول اخوه خضر اللي هو هيتعرف بعد كده بخير الدين بربروسا انه يوصل ليه ويحرره، فراح لصديق ليه مسيحي من رودس اسمه جرجور وعطاله حوالي 10,000 دينار عشان يساعده في الوصول لعروج. لكن جرجور بعد ما اخد الفلوس من خير الدين غدر بيه واخبر الصليبيين عن حقيقة عروج. وفي نفس الوقت اللي فشلت فيه محاولة خير الدين في تحرير عروج، كان عروج بيحاول انه يهرب بمساعدة تاجر مسلم اتعرف عليه في الجزيرة. لكن للأسف الخطة دي كمان اتكشفت، وشدد الصليبيين قبضتهم على عروج وسجنوه في سراديب تحت الأرض وعذبوه تعذيب شديد جدا، لحد ما في مرة من المرات قرروا انهم يخرجوا بحملة بحرية كبيرة لتحقيق أهداف عسكرية، وكانوا محتاجين في الحملة دي عدد كبير جدا من المجدفين، فقرروا انهم يستعينوا بعروج بسبب خبرته في التجديف وركوب البحر. خرج عروج بالفعل مع الحملة البحرية اللي خرجت من جزيرة رودس، وهم في الطريق وبدون أي توقع من قادة الأسطول الصليبي يرمى عروج نفسه في عرض البحر ويبدأ يغوص في أعماقه لحد ما نجح إنه يختفي عن أنظار الصليبيين اللي حاولوا يلحقوه، لكن فلت منهم وكمل سباحة في البحر لحد ما وصل لقرية قريبة من الشاطئ. اختفى عروج في القرية دي حوالي 10 أيام لحد ما اتأكد الصليبيين انهم خلاص مش هيقدروا يوصلوا ليه، وبعد كده راح لمدينة قريبة منه اسمها أنطاليا جنوب غرب تركيا. وفي أنطاليا اتعرف على قبطان مسلم مشهور اسمه القبطان علي، وبدأ يتنقل معاه في التجارة من مكان لمكان لحد ما استقر بيه الحال في مدينة الإسكندرية. في الوقت ده كان بدأ يتواصل مع إخواته ويبلغهم بنجاحه في الهروب من الصليبيين. استقر عروج في الإسكندرية فترة طويلة، وبعد كده قرر انه يبدأ في تكوين أول أسطول إسلامي لتوجيه الضربات للبحرية الصليبية المسيطرة على البحر المتوسط. وبالفعل اتحرك عروج من الإسكندرية للقاهرة عشان يقابل السلطان المملوكي قنصوة الغوري اللي رحب بيه ترحيب كبير جدا، ووافق على طلب عروج بدون أي تردد، لأن طبعا في الوقت ده كان المسلمين بيعانوا من ضعف شديد جدا في القوة البحرية بسبب قلة البحارة وقلة الكفاءات البحرية. المهم وعد السلطان الغوري عروج انه يساعده ويوفر ليه كل احتياجاته، وفعلا جهز السلطان الغوري اسطول بيتكون من 16 سفينة وعطاه لعروج، وكلفه انه يروح لميناء بياس وينقلوا الاخشاب من الميناء للقاهرة عشان يبنوا بيه اسطول كبير. وبالفعل خرج عروج بالاسطول، واول ما وصل ميناء بياس بغتتهم سفن من جزيرة رودس وهاجموهم ودمروا اسطول عروج بالكامل باستثناء سفينة او 2. وامر عروج البحارة اللي معاه انهم يتركوا الاسطول ويخرجوا حفاظا على ارواحهم. وبعد ما رجع اسطول جزيرة رودس قرر
عروج انه ينتقم منهم انتقام سريع، فجهز سفينه بسرعه كده واخد مجموعه من البحاره اللي كانوا معاه وهاجم ميناء جزيره رودس، وقدر انه يدمر عدد كبير جدا من السفن الصليبيين ويحرقها بالكامل، ونجح انه يهرب هو والمجموعه اللي معاه. رجع عروج لكنه ما رجعش على مصر لانه كان شايف انه خذل السلطان الغوري وما قدرش يحافظ على الاسطول اللي استأمنوا عليه، فقرر انه يرجع لانطاليا مره تانية، وبدأ بقى من انطاليا يشن مجموعه هجمات على السفن الصليبيه لحد ما ذاع صيته وبدأ يمثل رعب للسفن الصليبيه. فسمع عنه الامير كركود ابن السلطان بايزيد الثاني، وكركود كان بيحكم انطاليا وكان معروف عنه حبه الشديد جدا ومساندته للبحاره المسلمين، فامر المساعد بتاعه انه يصنع سفينتين كبار ويبعت لعروج عشان يمنحهم ليه هديه، وبالفعل راح عروج واستلم السفن العسكريه. ومن هنا بقى بدأت رحله اعظم جهاد بحري في تاريخ الاسلام على ايد اساطير البحريه الاسلاميه الاخوان بربروسا عروج وخير الدين. ما تنسوش تشتركوا في القناه وانتظرونا ان شاء الله في حلقات قادمه لمعرفه بطولات الاخوان بربروسا. دمتم في رعايه الله.